كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه جيده؟ غبرت عليكم بزاف بزاف الظروف الصحيه وانا رجعت دابا. اليوم غادي ندير معكم واحد الغريبه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وقلت اليوم غادي نجربها. اولا غنبداو بالمقادير. عندي هنايا كاس الزيت، عندي كاس سنيده، عندي كاس مايزينا، عندي جوج بيضات، هربت لي الاخرى، عندي جوج بيضات، عندي هنايا جوج خمارات، عندي 3 ديال ساشيت الكاكاو. ما كنديرش انا الساشي د العبار لانه كيجي مر وكيعطي واحد اللون ما زوينش في الغريبه. عندي ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاجو لجوج كؤوس. نتوما معايا وغادي تشوفوا الطريقه ديال الاستعمال. اول حاجه غادي نهرسوا البيض ديالنا، بسم الله. غادي نزيدوا الفاني، واحد القبيصه ديال الملح، فيه غادي نخدموا البيض ديالنا مزيان. غادي نزيدو سنيده، صافي. من بعد ما كتذوب لينا سنيده كنزيدو الزيت، كاس ديال الزيت، هنا من بعد ما خلطناهم مزيان باش تذوب لينا ديك سنيده، غادي نزيدو الكاس ديال المايزينا، غادي نغربلوه. الا بغيتو تخدموا يديكم تخدموهم. من بعد ما ضفنا المايزينا ودابت لينا، دابا غادي نزيدو الكاكاو، 3 د لي ساشي، نخلطوهم حتى مزيان. كيف قلت لكم في الاول غنضيفوا جوج كيسان ديال الدقيق. هنا راه الكاس سميتو كاكاو داب لينا مزيان. دابا غنديروا الكاس الاولى، غادي نزيدو لي ساشي ديال الخميره جوج، نخلطوهم هما الاولين عاد باش نضيفو الكاس الثاني. غنضيفو الكاس الثاني، صافي. وغنستمروا في الخلط ديالها حتى تجمع لينا العجينه مزيان. نسيت ما قلتش لكم راه كنضيفوا حتى لي بيبي دو شوكولا، انا خليتهم في الثلاجه باش ما يذوبوش ليا حيت دابا الحال سخون. حتى من بعد عاد غادي نخلطهم. دابا غادي نحيد الفوي وغادي نخدم بيدي.
شوفوا هي من بعد ما جمعتها راه كتجي كتلصق، ولكن راه هذا هو القوام ديالها كيكون زوين. غادي نطلقها هكا باش ندير لي بيبيت دو شوكولا اختياريين، بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش ما ديروهمش. انا كيعجبوني نديرهم الوسط. فوالا كنديروهم الوسط وكنعاودو نجمعو. خليت شويه باش نزوق به، راه باردين، حيت لا كانوا سخان غادي يذوبوا ليا في يدي. صافي كنجمعو غير بحال هكا، نحاولوا ندخلوهم الوسط. صافي دابا كنكون شعلت الفران. انا غنديرها غير في الفران ديال الغاز، كيف غادي نشعل غير من التحت. غنديروها لتحت حتى تشقق لينا، لان كتجي بحال غريبه. عاد باش غادي نديروها الفوق، والفوق خصها طيب لينا تقريبا غير 10 ديال الدقائق ونخرجوها. واخا كنخرجوها شويه رطبه من بعد راها كتقصاح. دابا غادي نشكلها كويرات ونديرها في الفران. سي بون، هي من بعد ما حربلناها صافي. دابا غادي نديرها، ما عرفتش فين حطيت لي بيبيت. سي بون، غادي ندير لي بيبيت هما نزوق بهم اختياري. بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش كيبقى اختيار ديالكم. هما راه كيجيو زوينين في المنظر. كل وحده نديرو فيها على شنو قدينا، على حساب لي بيبيت اللي عندنا. صافي غادي نبقى نزوق فيهم هكا. كيف قلت لكم الفران راه شعلته 180 درجه بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الضوء. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز غادي نشعلو لتحت هو الاول حتى تشقق لينا، عاد باش نطلعوها الفوق كيف قلت لكم 10 ديال الدقائق. صافي ونطفيو عليها. صافي انا غادي نكمل بحال هكا وغادي نديرها في الفران، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. شوفوا يا البنات غريبه كيفاش جات هكا تحمق. شوفوا مشقه كلها، ما محروقه، ما حتى شي حاجه، رطبه بزاف 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 من الداخل، ما قاصحاش. شوفوا انا هنايا حليت وحده، شوفوا هيا حليتها. شوفوا كي كتجي من الداخل لي شوكولا هكا كيجيو باينين وكتجي رطبه. شوفوا راها رطبه زوينه. نتمنى تجربوها، راه غادا تعجبكم، سورتو الوليدات اللي كيديو معاهم اللانش بوكس للمدرسه. ديريه ليها، ديريه ليه في لابواط ديالو صافي ويديها، راه كتجي زوينه وغادي تعجبهم. انا هاد الكميه نقدر نقول لكم مع وليداتي كدوز ليا 2 جوغ ماكسيموم 3 جوغ، لانهم داغي كياكلوها. دابا انايا كنحط فيها من الفران، هما كيتسابقوا كياكلوا فيها سخونه، قالت سا سمونش شو، ولكن ما كنظنش بالنسبه لينا حنا خصنا ناكلوها بارده. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع شي هوايات جداد.